السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة جديدة من قصص ديال العمق. مبروك رمضان وكنتمنى يكون دخل عليكم بالصحة والسلامة. وقبل ما نبداو ما تنساوش تدعمونا بلايك، واللي باقي ما مشتركش في القناة حتى لدابا كنتمنى تنورني بالاشتراك ديالك. ومن بعد ما تأكدوا من هاد جوج حوايج وجدوا راسكم وتحصنوا وجلسوا مع بعضكم ورددوا معايا: بسم الله وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. وخلينا نبداو في القصة، واللي تيخاف يشعل الضوء. ويلا نتعمقوا في القصة ديالنا. أنا سميتي رمزي، شاب عشت حياتي مختلفة على كل شيء، حيت عانيت بزاف من صغري. فقدت بابا وانا عندي 5 سنين، ومن ذاك الوقت انا وامي انتقلنا وعشنا في دار جداتي. ومن بعد ما وصل عمري 8 سنين الدار ديال جداتي اللي عشنا فيها تحرقات، ووقتها انا وامي ما كناش في الدار، وجداتي المسكينه كانت ناعسه وللاسف ما قدرتش تخرج وتنقض راسها من العافيه، والنار كلاتها وتوفات الله يرحمها. ومن بعد ما تحرقات الدار انا وامي خسرنا كل شيء، حيت ما عندنا حتى شي واحد اللي يوقف معانا. وخالي رؤوف هو خمي الوحيد، تزوج منذ زمان ونشاغل مع مراته، ودازت عليه سنين طويله ما كيسولش فينا. حتى العزاء ديال جداتي رحمه الله عليها ما حضروش، وما عرفناش على وفاتها الا بعد شهر ونص من بعد ما توفات. وفوق هذا الشيء ملي وصلوا هذا الخبر ما اهتمش وقال الله يرحمها. ومن بعد ما عرف وفاتها ما عرفنا حتى شي معلومه على خالي رؤوف. والخلاصه اخوتي انا وامي سرنا لحالنا، ما كاين حتى شي واحد اللي يوقف معانا. وللاسف المنطقه اللي عايشين فيها الناس اللي ساكنين فيها ما فيهمش الخير، حيت ما كيشوفوش الفقراء بحالنا. اما شي الواحد اللي معروف واللي عنده منصب كرامه ديال في راسو، يعني باختصار كلشي كيدور على مصلحته الشخصيه. الا عندك الفلوس راه معاك الناس، وحنا حيت فقراء ما كان لينا غير ربي سبحانه هو اللي يوقف معانا. ومن ذاك النهار وانا متحمل مسؤوليات الدار كامله. كنت كنخرج للسوق ديال الخضره، كنحاول نخدم ونجيب شي فلوس، كنهز الناس الحوايج ونعاونهم. امي المسكينه بقات في الدار ديال جداتي رغم ان الدار مهدومه من الداخل والجدران ديالها محروقه. امي كانت قادره تزاوج موت جداتي، وتخيلوا عايشين في الدار محروقه. والله الا الموضوع صعيب بزاف وما كاين حتى شي واحد يقدر يتحمله. وفي نهار من الايام كانت عندي 12 ولا 13 عام، كنت ناعس في الدار انا وامي ناعسه في الجنب في الغرفه ديالها بوحدها. فجاه سمعت صوت خارج من الصاله. طبعا استغربت وقلت مادام امي ناعسه جنبي اذا شكون اللي كاين في الصاله دابا؟ نمت بكل هدوء، حليت الباب ديال البيت، واول ما وصلت للصاله تفاجأت بالمنظر اللي شفته. اخوتي والله العظيم شفت جداتي واقفه قدامي، وجهها محروق وجلد اللي في وجهها طيطيح، نفس المنظر اللي شفتو داك النهار ملي جينا انا وامي ولقيناها محروقه. المهم من الصدمه حطيت رجلي وهربت برا الدار وانا كنغوت حتى امي نسيتها. والغريب انها ما فاقتش وما تحركاتش من بلاصتها، واللي طراتها واحد ما حس به الا انا. وبعد كم من دقيقه رجعت دخلت للدار بكل هدوء، ولقيت جداتي واقفه قدامي بالشحم ديالها واللحم ديالها وكل شيء فيها. طبعا من هول الصدمه رجلي ما بقاتش هزاني، ما قدرتش نتحرك من بلاصتي شويه. وكتكلم معايا جداتي بصوت غريب كانه صوت راجل، وقالت لي يلا خذ امك وخرج من هنا، الدار ما صالحاش للعيش. عارفين ان بعضكم ما غاديش يستوعب هاد الهضره اللي قلت، ولكن الله اعلم ان هادشي اللي وقع معايا. طبعا من بعد ما سمعت كلام جداتي او الجن اللي هضر معايا وما عرفتش انا شنو هو الكائن، عرفت ان الدار اللي عايشين فيها ما صالحاش نبقاو فيها اكثر من هكا. ولحيت ما بغيتش امي تصدم وتخاف ما علمتاش باللي وقع معايا الا في النهار الموالي. قلت لها راه شفت جداتي وحضراتني نخرجوا من الدار، واللي لاحظت ان امي ما عطاتني حتى اي رده فعل، بقات ساكته وكتشوف في الارض. قلت لها امي واش كتسمعي كلامي ولا لا؟ واول ما بدات كتكلم معايا صدماتني بالهضره اللي قالت. اخوتي امي قالت لي راه مده طويله هذه وانا كنشوف امي كطلع ليا في البلايص مختلفه في الدار، مره في الصاله، مره في الكوزينه، مره في الحمام، وكل مره كتنبهني نخرج من الدار باسرع وقت. قلت لها ولكن ما علمتينيش، وحنا ما عندنا حتى شي بلاصه اخرى نمشيو ليها.
ولكن بما أن الموضوع فيه تحذير معناته قضية خطيرة، وإذا بقينا في الدار أكثر من هكا ممكن نطيح في ورطة كبيرة. قلت هاد الهضرة لأمي أو قالت لي واخا وفين بغيتي نمشيو، ما عندنا حتى شي بلاصة أخرى. قلت لها هاني خلي الموضوع عليا. طبعا قلت الكلام وما عنديش أي فكرة أو خلفية اللي غندير، ولكن الموضوع ما كيسكتش عليه الواحد، وعزة النفس اللي كنا محتفظين بها طول الفترة اللي فاتت جا الوقت اللي خاصنا نتخلاو عليها باش نقدروا نخرجوا روسنا من هاد الورطة. حيت خلال الفترة الماضية ما كناش كنجرؤوا نطلبوا المساعدة من أي واحد، وحاولنا نمشيو الأمور بلا ما نحتاجوا شي واحد ولا نمدو يدينا. ولكن دابا كما كتشوفوا الموضوع كبر من قبل، وإذا ما تصرفنا بالزربة راه غادي نطيحوا في شي مشكل ولا ما درتش شي حاجة. أمي هي اللي تكفلت بكل شيء وانا ما قدرت ندير حتى شي حاجة. أمي هي اللي تكفلت بكل شيء وبدات كتمشي لبيوت الناس وكتطلب منهم المساعدة. والله العظيم الا قلبي يتهرس عليها، حيت اغلب الناس اللي مشات عندهم كانوا كيطردوها من عند الباب. لا حول ولا قوة الا بالله. وعدا اليوم الاول واليوم الثاني دازوا وحنا باقين في الوضع نفسه. امي كل يوم كتمشي عند الناس والناس كيدوروها بحال ما كايناش. وحتى مول الحانوت امي طلبات منه شي دين ولكن ما بغاش يعطيها. بالله عليكم شنو باقي اكثر من الدل اللي عايشين فيه حنا دابا؟ خلال هاد الفترة كنا باقين عايشين في دار جداتي، ولكن كان انا في شي غرفة خارجية باش المواقف اللي وقعت قبل ما تعاودش لينا. المهم دازت سيمانة وربي سخر لينا في واحد المرأة اللي ساكنة معانا في المنطقة، سميتها حليمة، متدينة وكتخاف الله وعايشة بوحدها في دار كبيرة. اول ما عرفت على الوضع ديالي انا وامي تكفلات بينا، ولان الدار ديالها كبيرة بزاف خلتنا نجلسوا في واحدة من البيوت الخارجيين حتى لقاو بلاصة اخرى نسكنوا فيها، يعني واحد البيت في الجردة. والله الا هاد المرأة هادي عاونتنا بكل شيء اللي عندها، وخلال 3 ايام كرات لينا واحد الدار وتكفلات لينا بالدفع د الكراء، وانتقلنا انا وامي لهاد الدار. والحمد لله تحسنت امورنا من جميع النواحي، وعشنا تما لسنوات حتى وصلت عندي انا 20 عام. ومن هنا كانت بداية القصة، حيت خلال هاد الفترة كبرت وتوظفت في واحد الشركة الكهرباء وكل شيء مزيان. ومع ذلك ديك المرأة باقية كتكلف بينا. امي كبرات في العمر ولا صعيب عليها تقوم بالاعمال اللي كانت كديرها من قبل، بحال تغسل الماعن والطيب والاشياء هذه وتجفف، حيت عيات بزاف. وبعدها بدون سبب امي فتحت معايا موضوع الزواج وقالت لي اوليدي مادامك كبرتي وتوظفتي علاش ما تزوجش؟ قلت لها امي الا تزوجت شكون غادي يقوم بك ويساعدك؟ قلت لي ما عليك انت هي تزوج وان شاء الله مرتك غادي تعيش معنا في الدار وكاع غنتعاونوا مع بعضنا. قلت لها واخا على بركه الله، قلبي لي على شي بنت الحلال اللي تلقاها المناسبه ليا. وفعلا امي تكفلت بالموضوع ديال البنت، وبعد 4 ايام جات لعندي وقالت لي غنبشرك لقيت البنت اللي تنفع تكون مراه ليك. قلت لها واخا وشكون هي هاد البنت؟ واول ما علمت باسمها تفاجأت، حيت البنت هي بنت الملاح، وهاد الملاح السمعه ديالو سيئه بزاف عند الناس في المنطقه، والعائله كلها مشاكل ولادو داخلين وخارجين الحبس. ومن الصدمه سولت امي خليتي كاع الناس اللي في المنطقه وما اختارتي ليا غير بنت الملاح؟ فهاد اللحظه هادي امي نزلت راسها الارض وقالت يا وليدي والله الا حاولت ولكن حتى حد مرضى بسبب الوضع المادي ديالنا، فهم اللي وافقوا وغير وافق على هاد البنت، وان شاء الله تكون مختلفه على الاهل ديالها. وفي النهايه انت غادي تزوج البنت وما غاديش تتزوج باها ولا خوتها. واليوم شفت الانكسار والحسره في عيون امي، حلفت بالله انني ما رفضتش الطلب ديالها، حيت عيات معايا من صغري وصافي جا الوقت اللي خاصها ترتاح. ومن بعد اسبوع واحد رتبنا الامور ومشيت نشوف البنت، والاوضاع كانت مزيانه. ولكن نهار شفت الملامح ديال باها وخوتها حسيت ان العائله هذه ما تناسبنيش انا بمره، والشوفات ديالهم ما عجباتنيش، باها ما احترمنيش وانا جالس معاهم. وشعل واحد الكارو بدا تيكمي وحالتهم حاله، وما عرفتش غادي تكون العاقبه ديال زواجي من هاد العائله. والله العظيم لو كان بيدي انا والله ما نتزوج، ولكن اش ندير خاصني نرضي امي. المهم من بعد ما شافت البنت وافقات عليا، اتفقنا باش الحفله تكون بسيطه، يعني بلا ما نعرضوا على الناس، والتكلفه قليله وكلام فارغ. وفعلا بالله عليكم لو خلينا الحفله عامه شكون المعروض اللي غادي يجي؟ ما كاين حتى حد يحملنا في هذه المنطقه، لا انا لا امي لا العائله ديال نسابي. المهم قلت للبنت انها غادي تجي وتعيش معنا في الدار انا وامي. البنت وافقات، والان انا وامي وباقي عايشين في الدار اللي استاجرناها. بصح
أن حليمة خرجت من المنطقة قبل 5 سنين، ولكن باقية مستمرة في الدفع الكرا، الله يجازيها بخير. والدار مكونة من 6 البيوت يعني كبيرة. البنت وافقة تجي وتعيش معايا أنا وأمي، فحددنا النهار واستأجرنا واحد الاستراحة اللي موجودة في المنطقة ديالنا، واحد ستاسيون درنا فيه العرس. الحفلة خفيفة راكم عارفين، ولكن اللي لاحظته أن أهل البنت لبا لا خوتها ما حضروش باش تكونوا في الصورة. البنت امها متوفية منذ زمان، وهي الوحيدة اللي عايشة بين الرجال. أمي يوم خطباتها من جارة، حيت جارة هي اللي دلت أمي على البنت، وغادي يشوفوها سواء قبل ما يجيو ويعلموني عليها. مهم يوم شفت أنه ما جا حد من أهل البنت اللي هي ريحانة، سولتها فين باك وخوتك؟ قالت لي با وخوتي اليوم مشغولين وما قدروش يجيو. وندمت انني درت العشاء وتكفلت به، يا ليتني جبتها من دار الاهل ديالها وجبتها عندي انا وامي نيشان. المهم احتفلنا مع بعضنا بشكل خفيف، ومن بعد هزيت امي والبنت ورجعنا للدار. ولكن الغريب يوم وصلنا عند الباب ديال الدار لاحظت شي حاجه غريبه. كاين شي حاجه مهرسه وطايحه في الارض، وفاش قربت وحطيت يدي على البواني ديال الباب تفاجأت ان الساروت اللي كيدخل فيه المفتاح موضوع بطريقه غريبه، وكان فيه ماده بحال القبص. باش نتاكد دخلت المفتاح، والحمد لله الباب كان مسدود، حيت خفت شي واحد يستغل خروجنا وجا سرق كل شيء. الموقف هذا مستحيل ننساه، حيت كان بداية الأحداث الغريبة ومستحيل يدخل العقل. على العموم تعرفوا هاد الليلة كانت أول ليلة في زواجي، يعني أكيد الأمور خاصة تكون مزيانة. ولكن اللي لاحظت من الصباح اليوم الثاني، ريحانة طلبت مني نديها لدار أهلها. من بعد ما سولتها على السبب قالت بغات دير الفطور باها، حيت باها متعود أنها هي اللي كطيب لي الفطور. ايوا هادشي ما حسبتش حسابه. دابا انا مزوجه باش تعاوني انا وامي، ولا باش تمشي تعاون باها وخوتها، ولاني ما بغيتش ندير معاها مشكل من اول ليله او اول يوم. نفذت الطلب ديالها وديتها لدار اهلها، والمزيان انها ما طولاتش، ممكن جلسات ساعه او ساعه ونص ومن بعد رجعات. وتخيلوا هي باقا على نفس الوضع لمده اسبوعين، 2 سيمانات وهي كتمشي كل يوم، كنديها لدار الاهل ديالها كدير لهم الفطور ومن بعد ترجع. وبعد هاد الاسبوعين قالت بغات تعرض على باها وخوتها عندي في الدار، والصراحه ما كنتش بغيت خوت ريحانه يدخلوا لبيتي، حيت السمعه ديالهم سيئه، وإلا شافوهم ناس المنطقه غادي يسحبوني بحالهم ويعاملوني بحالهم. هكا طلبت من ريحانه ما تخليش خوتها يجيو للدار الا بعد العشاء، حيت وقتها اغلب السكان المنطقه تيكونوا دخلوا لديورهم وما يعرفوش انهم جاو لعندي. فعلا ريحانه عرضت على خوتها وجاو في نفس النهار من بعد الساعه، ولاحظت من اول ما دخلوا للصاله كانوا كيتفرجوا في بعضياتهم بطريقه غريبه، وما كيهضر حتى شي واحد معايا، بحال الا بغاو يفتحوا معايا شي موضوع ولكن ما عارفينش منين يبداو. شكيت فيهم وقلت الخوت شنو كاين؟ جالسين كتسالوا مع بعضياتكم، علموني شنو واقع. داز شويه ورد عليا اكبر واحد فيهم وقال شوف رمزي، انت خديتي اختنا من دارها معززه مكرمه، هي ولا لا؟ قلت لي كلامك بصح. قال انا وثقت فيك انت وامك، وقلت انكم غادي تحافظوا عليها، ولكن هذا ما يعنيش ان امك تقلد على اختنا، وحنا ما رضاوش عليها بالضغط. طبعا تصدمت من كلامهم، شنو كيقولوا؟ امي عمرها ما جلست مع ريحانه بوحدها، دائما انا كنت معها. والله العظيم امي كانت كتعاملها بحال بنتها، ولكن هاد الناس جالسين كيبتاليو على امي وبغاو يطلعوا مشكل من تحت الارض. فرديت عليه وقلت ليه اخويا شكون قال لك هاد الهضره؟ قال العلم وصلني من ريحانه، وهي كانت بغات تفاتحك في الموضوع، ولكن حشمات منك وخلاتني انا وخوتي نجيو نتفاهموا معاك. وشوفوا تكلموا معايا بكل ادب واحترام. في ديك اللحظه العصبيه اللي فيا انفجرت، عيطت على ريحانه وطلبت منها تجلس معنا في المجلس وتشرح لي شنو واقع. فعلا ريحانه جات وبداو الهضره، ولكن لاحظت كلامها ما كانش موزون، كانها حفظاته وما فاهمهاش، وبدات الشكوك كتجي ان خوتها هما اللي جبروها تقول هاد الهضره. مهم فهمت من كلام ريحانه ان امي كانت كتعاملها بحال الخدامه، وانا كنعرف امي مزيان، مستحيل تعامل اي واحد بشي طريقه سيئه. انا ما كيعجبونيش المشاكل، وخوت ريحانه شرانيين لابعد درجه، ولو طولت معاهم في الهضره ما نعرفش اش ممكن يديروا فيا. باش نبتعد على المشاكل قلت صافي امي غلطانه وانا كنعتذر لكم جميعا، ونحط اختكم فوق راسي، وباذن الله ما غاديش نعاملها الا معامله مزيانه. دابا سولتهم شنو بغيتو ندير باش نرضيكم؟ رد عليا الاخ الوسطاني الحل الوحيد اختي تعيش في دار ثانيه معززه مكرمه، وبالطريقه نحافظوا على حقها. ومعليش خلوني نعرفكم على اسماء خوت ريحانه، حيت غادي يتكرروا في الاحداث الكبيره. كما قلت لكم الكبير سميتو صلاح،
والوسطاني عزيز، والاصغر عبد الفتاح، والاب هو الملاح. ديك الساعه قال الوسطاني انه خاصو تخرج من الدار وتعيش في دار بوحدها. رديت عليه يعني انا مزوج ريحانه باش تعاوني انا وامي في شغل الدار، ودابا بغيتو ناخذ ليها دار تانية، شنو الفايده؟ بعد ما شافوا انني مصر على القرار ديالي قالوا صافي اسمع، على الاقل خذ لها دار تانية كبر من هادي، وتكون لامك طاج بوحدها والختنا طاج بوحدها باش تاخذ راحتها فيها. بديت نفكر في كلامهم، ولكن قبل ما ناخذ اي قرار خاصني ناخذ برأي امي. قلت لهم واخا رجعوا لديوركم وانا غنفكر ونرد عليكم. قالوا صافي ما كاينش مشكل. ولكن قبل ما يمشيو داو ريحانه معاهم وقالوا امتى خديتي هذا القرار النهائي ديالك غنرجعوها ليك. والله العظيم اخوتي كانهم بيطبقوها عليا، وانا ما عنديش مشكل نطلقها ونتفك منها هي واهلها. المهم بعد ما مشاو من الدار مشيت عند امي وسولتها امي انت تعاملتي مع ريحانه بشي طريقه؟ قالت لي والله الا كان عاملها الا بحال بنتي، وبالعكس كل ما شفتها كتخدم في المطبخ جيت وعاونتها. ولكن الظاهر ان الدار هذا ما عجباتهاش وبغات تخرج منها. قلت لها واخا امي خليني نطلقها ونتفك منها هي والاهل ديالها كلهم. قالت لي يلا صبر عليها ممكن تولي مزيانه. قلت لها شوفي غادي نمشي على هضرتك والله يكتب لي فيها الخير، ولكن من داخل انا ما مرتاحش. اتفقنا نتركوا الدار ونمشيو نعيشوا في دار تانية اكبر منها. وجلست شحال من نهار كنقلب على شي دار كبيره في المنطقه نيت، ولكن ما لقيتش. يأست من البحث ومشيت عند خوت ريحانه وقلت لهم اخوتي والله الا قلبت في كاع البلايص، ولكن المنطقه صغيره وما فيهاش بيوت كثيره. قال خوها الكبير الموضوع عندنا حنا غنوريكم شي دار كبيره تناسبكم. قلت لي واخا والدار في الموقع ديالها؟ قالوا ما عليك يلا ورانا وحنا غنوريوك. فعلا ركبت وراهم في طوموبيلتهم ولاحظت انهم طلعوا برا المنطقه كلها، يعني الدار بعيده بزاف. فجاه ندخلوا لواحد الطريق ضيقه بزاف، وصلنا لمنطقه ما فيها حتى شي علامه على ان الناس ساكنين هنا. كنت مستغرب وانا كنمشي وراهم. واضح ان صلاح وخوته كيعرفوا الدار مزيان، وعلاش اختاروها بالتحديد من بين جميع البيوت اللي كاينين في المنطقه. بعد ما وصلنا لاحظت بحال شي قريه صغيره فيها 5 أو 6 أو 7 ديور كاع كلها مبنيه بالطوب، وما كاين غير الدار اللي اختاروها ليا هي الوحيده اللي مبنيه كامله. على العموم توجهنا للدار وكانت كبيره مكونه من 2 طوابق، وقالوا هذه هي الدار اللي بغيناك تاخذها لختنا، رغم انها بعيده بحوالي 20 كيلومتر على المنطقه اللي كنا ساكنين فيها. والمنطقه اللي احنا فيها الان خارجه على المدينه كلها تقريبا. سولتهم وعلاش اختارتوا هاد الدار بالتحديد؟ قال صلاح حيت نعرفوا صاحب الدار ونقدروا نقنعوه ينقص لك المبلغ د الكرا. قلت لهم صافي على الله نكريو. واليوم قلت هاد الكلمه الاخوان بداو كيتفرجوا في بعضياتهم ويضحكوا وكانهم خطين على شي حاجه، والخطه ضبطات معاهم. ولكن انا ما اهتميتش، كل اللي بغيت هو نعيش مع امي بسلام. ما عليكم ضبطنا الامور ودينا الرحيل، وجبت امي وريحانه وسكننا في الدار جديده. ولان امي كبيره في العمر وما قادره تطلع مع الدروج خليناها هي عايشه في الدور الاول، وانا وريحانه عشنا في الطاج الثاني. مرات عندنا 3 ايام في الدار الجديده وكنا فرحانين بزاف. ولكن اللي كنت خايف منه هو مكان ديال الدار، حيت راه موجود في منطقه بعيده وعلخله، وكاع البيوت اللي دايرين بينا خاويه من السكان تماما، لدرجه انني ما تجرأت ولا مره نفتح الباب ديال الدار بالليل من شده الرعب اللي فيا. وفي اليوم من ايام قبل ما نعسو بشويه مشيت لدورة المياه باش ناخذ واحد الدوش. مشيت للدوش باش ندوش، وفجأة سمعت الصراخ ديال مرتي ريحانة. بالزربة خرجت من الحمام ورجعت للبيت ولقيتها طايحة على الأرض وجالسة وكترعد. قلت لها شنو فيك البنت؟ وأول ما علمت شنو فيها تصدمت. ريحانة قالت لي أن شافت واحد كيتفرج فيها من وراء الشرجم. أنا من بعد ما سمعت كلامها شغل جميع اللامبات ديال الدار وتوجهت لنفس الشرجم، ولكن ما شفت شي واحد. حاولت نقنعها انها كتوهم، ولكن البنت حلفت بانها شافت بعينيها. الله يستر، وحيت المكان ديال الدار كيخلع ممكن كلامها يكون بصح. ريحانه جلسات طول الليل كتقنعني، ولكن للاسف ما في يدي ما ندير، خاصني نتقبل الوضع لحد ما نلقاو شي حل مناسب. وهذا اليوم بخير وشره داز. في اليوم الثاني بالليل كنت جالس في الصاله وامي ناعسه في بيتها وريحانه ناعسه الفوق. فجاه سمعت صوت الباب كيتضرب. بصراحه ما كنت عارف واش هو الباب ديال الدار الرئيسي ولا الباب ديال شي بيت، وتركيزي كامل كان على المكان اللي جاي منه الصوت. اكتشفت ان الصوت جاي من الباب الخلفي ديال الدار اللي ما حليناش، والمفاتيح ديالو مودرين وما عارفينش فين هو. فجدرت بكل هدوء، حليت الباب الرئيسي وخرجت وجيت ناخذ دوره كامله حول الدار باش نشوف شكون اللي كيدق من الباب اللوراني.
اثناء ما كنت غادي للباب الخلفي كنت كنسمع الصوت، ولكن بعد ما وصلت ما شفت شي واحد، والوضع كان مطمئن. المنطقة اللي عايشين فيها ما فيهاش الأمان بمرة أصلا، ولازم نلقاو حل ونخرج من هنا قبل ما تصرى شي مصيبة كبيرة. بعد ما تأكدت أنه ما كاين حتى شي واحد عند الباب اللوراني، رجعت باش ندخل للدار. على اليسار ديالي كاينين جوج بيوت كلهم خاويين. فجأة سمعت جوج ديال الناس كيهضروا بطريقة غريبة، والأصوات ديالهم جاية بطريقة ديال الصدى من داخل أحد البيوت. ديك الساعة رجلي بزز هزاتني، بغيت نجري بسرعة وندخل للدار ونقفل الباب. وفجأة وانا كنشوف نحو واحد من دوك البيوت على اليسار ديالي وقعت شي حاجة ما حسبتش على الحساب ديالها. شفت واحد كيتمشى داخل الدار القديمة، ولأن الشرجم ما مركبش كنت قادر نشوف كل شي داخل الدار. اللي كيتحرك قدامي كان بحال الإنسان، ولكن مغطي بقماش أبيض بحال شي كفن. الوقت ديالها غوت بكل في قلبي، والصوت ديالي تردد في المنطقة كاملة. وجريت للدار وقفلت الباب وما زلت كنغوت مع أصوات الصراخ ديالي. أمي وريحانة جاو للصالة وعلمتهم بالأشياء اللي وقعت ليا. أمي خافت عليا، أما ريحانة جلست كتشوف فيا وكتضحك. ديك الساعة سولت علاش كتضحكي، قلت لي أنا من البارح كنعلم فيك ولكن انت ما تيقتينيش، وشوف دابا شنو وقع ليك. قلت ليهم إذن بما أن الوضع هكذا خاصنا نخرجوا من الدار ونمشيو نقلبوا على دار أخرى. ريحانة قالت لا، خلينا نصبروا ونحلوا المشكل. قلت ليها انت اليوم كامل كتشكي من الدار ودابا كتقول لي نصبر؟ ملامح ديال وجهها تغيرات وخافت مني. والله العظيم كنت شاك فيها، او كانها مخططه لشي حاجه من مورايا. امي هداتني وارتاحيت، وديك الليله نعست معاها بسلام. ولكن الصباح وانا غادي للخدمه لاحظت اثار ديال الطوموبيل كانت عند الباب. هاد الاثار جديده تقريبا، الطوموبيل كانت واقفه هنا قبل شي ساعتين او 3. اكيد جا وانا ناعس حيت ما سمعتش الصوت. رجعت دخلت للدار وسولت ريحانه وسمعت شي صوت ديال الطوموبيل جات البارح. قالت لي لا والله ما سمعت شي صوت، ولكن الرد ديالها ما كانش مقنع حيت كل سكان المنطقه ما كيعرفوش اننا ساكنين هنايا الا خوتها. حطيت في بالي ان خوتها هما اللي جاو البارح، وريحانه ما بغاتش تعلمني، ولكن حتى لو جاو كيفاش غنعرف انا؟ من بعد ما مشيت للخدمه قابلت واحد من الزملاء سميتو عمر، وبيني وبينه موده وما عنديش مشكل نعاود ليه. عاودت ليه كل شيء وعلمته بكل شيء اللي وقع ليا. قلت لي من بعد ما تزوجت ريحانه بدات كيوقعوا لي اشياء غريبه، والاخر ديالها الليله ديال البارح من الاصوات اللي سمعتها. عمر قال لي شوف رمزي، من بعد ما عرفت انك تزوجتي من بنت الملاح كنت حاس ان المشاكل ما غاديش توقف معك، ولكن الحد الواحد انك تراقب كل صغيره وكبيره في الدار. وبالنسبه للمنطقه اللي مستاجرين فيها على حسب المعلومات راه مهجوره منذ سنوات طويله، وما نستبعدش يكون فيها الجنون والعياذ بالله. قلت له يا عمر جيت نشكي عليك باش تشوف لي الحل ماشي باش تخلعني. قال لي والله الا هادشي اللي عندي، ولكن راقب دارك وعرف شكون كيدخل وشكون كيخرج. من كلامه فهمت انه كيقصد انني نراقب ريحانه. سؤالي كيفاش انا نراقبها وانا اغلب الوقت في الخدمه؟ وفي نفس اليوم استأذنت من المدير وسمح لي نخرج قبل نهايه الخدمه ب4 سوايع. اول ما خرجت مشيت للدار بالطريق بعيده وما كيعرفها غير انا وخوت ريحانه. وقربت من الدار دخلت مع الطريق الخاص وشفت الطوموبيل خارجه من تما غريبه لأول مرة نشوفها، ماشي ديال خوت ريحانة ولا ديال شي واحد آخر. سرعت بالطوموبيل حتى وصلت للدار ولقيت ريحانة جالسة في الصالة بوحدها وكان عندها شي حاجة في يديها. فاش شافتني خباتها في الشنطة ديالها وما قدرتش نعرف شنو هي. قلت لها البنت شفت طوموبيل غريبة خارجة من هنا، واش جا شي واحد من خوتك؟ قلت لي لا ما جا حتى حد. قلت لي كيفاش خرجتي من الخدمة؟ قلت لها استأذنت من المدير. قلت لها المهم الطوموبيل اللي كانت دايزه من قدامي ديال من الوضع راه ما كيطمئنش. قالت ممكن يكون شي واحد من ملاك البيوت اللي وحدانا جاي يشوف الدار ديالو. قلت لها قاعد السنوات دازو يلا ما بان لي غير اليوم. واثناء ما كنت كناخذ ونعطي معاها في الهضره نسيت الغرض اللي كان في يديها، وفاش شافتني خباتو من التعب مشيت ونعست في البيت وما فقدت الليل، ولانني كنت عيان وفي الجوع ما كانش الاكل في الدار. خرجت بالطوموبيل والطريق كانت بيست وضيقه وفيها الشجر، وكان النور ديال الطوموبيل كينور على الشجر. فجاه وسط الشجر شفت راجل ما كانش الملامح ديالو واضحه كيجري وبان ليا. وقفت كنراقب حتى اختفى وسط الشجر. فجاه طلع من نفس المكان صوت ديال شي ضبع. وقتها كسيريت وكملت طريقي وخرجت من تما. فاش خرجت لاحظت سياره مركونه على طرف الشارع. من بعيد شفتها وما قدرتش نميزها، ولكن قربت وتاكد انها نفس السياره اللي شفتها في الظهر وانا راجع للدار. وقلت الطوموبيل ديال من واش كدير هنا؟
واضح ان صاحب ديالها كيراقب الدار ومنتظرني عين نخرج. مشيت شويه لقدام والسياره كانت متجهه لجهه الدار. فبعد ما دزت محداها جنبت الطوموبيل على الطرف ديال الشارع وبديت نمشي على رجلي متخفي وبكل هدوء ومتجه لديك الطوموبيل. وفاش قربت على بعد حوالي 100 متر تخبيت وسط الاشجار باش نعرف شكون اللي فيها، واش صاحبها كيتحرك او ثابت في المكان ديالو. جلست كنراقب شي نص ساعه ومن بعد 10 دقائق الطوموبيل شعلات وتحركت، ولكن ما دخلتش لجهه الدخل ديال الدار، كملت طريقها. والمزيان انني حفظت شكل الطوموبيل باش اذا شفتها في شي بلاصه اخرى نعرف شكون اللي سايقها. وخلال هذا الوقت بديت نفكر في كلام عمر، خاصه الوقت اللي قال لي رمزي نصيحه راقب دارك. فعلا الدار راه فيها شي حاجه، ولكن اللي حاصل ماشي خارق للطبيعه بحال الجنون ولا داك الشيء، لا كاينه شي خطه كبيره كتنفذ من مورايا بلا ما نعرف، وبغيتكم تركزوا معايا باش تعرفوا شنو غادي يوقع. من بعد ما اخذت الكلام ديال عمر بجديه بديت نراقب كل صغيره وكبيره اللي كتوقع داخل الدار، حتى الغرفه ديال الناس بديت كنقلبها، كنحل الادراج والدواليب. وريحانه لاحظت هذا الشيء وكانت كتسول وتقول علاش وليتي كدير هكا. قلت لها هادي داري وحقي نعرف كل شيء اللي كيوقع فيها. بعد يومين من الموقف بالليل كنا كاملين ناسين، امي لتحت في بيتها وانا وريحانه فوق في بيتنا. فجأة سمعت امي كتناديني والصوت ديالها ما كانش طبيعي، واضح انه صار فيه شي حاجه. بالزربه نقصت من الناموسيه ونزلت مع الدروج، وفاش وصلت عند الباب ديال بيتها شفتها طايحه في الارض وكتنفس بصعوبه. وقلت لها امي شنو فيك شنو وقع؟ بدات كترعد وقالت لي كاين شي واحد في البيت ديالي. بعد ما دخلت للبيت ما شفت حتى شي واحد. رجعت لعندها وقلت لها امي واش متاكده؟ بسم الله عليك. طبعا ريحانه كانت معنا وسمعت كلام امي وقالت لي شفتي قلت لك راه الدار فيها شي حد. قلت لها سمعي شنو الوضع ديالك انت؟ ملي جيت وقلت لك يلا نخرجوا من الدار قلتي لا ودابا كتجي تشكاي. قلت لي لا ماشي القصد ديالي، بغيتك غير تعرف ان كلامي صحيح. قلت لها واخا غادي يصير خير ان شاء الله، دابا خلينا نشوف امي. يوم كنت نهضر مع امي كان واضح انها ما هياش في وعي ديالها، عندها دوخه خفيفه، وبصراحه خفت عليها وهزيتها وديتها للمستشفى. فاش كشفوا عليها الممرضات قالوا كاينه ضربه خفيفه جات على الراس ديال امي من اللور، والضربه بالفعل ديال شي فاعل. شكون اللي دار هادشي؟ الدار خاويه ما فيها حتى شي حد غير انا وياها وريحانه. بعدها امي كانت بوحدها في البيت والابواب مسدوده والشراج مسدودين، الوضع ماشي طبيعي. الممرضات اكدوا ان الضربه جات على الراس من اللور او انها طاحت. بصراحه توقعت انها طاحت حيت اليوم جيت لقيتها طايحه، ولكن امي قالت انه شي حد معاه في البيت. شكون كان الله اعلم. رغم كلامها انا دخلت وقلبت في البيت وما شفت شي واحد، ولحد الان حالة امي ما زالت غير مستقره، كتهضر مع راسها شويه والدكاتره طمأنوني انه طبيعي وغترجع مزيان بعد شي نهار هكاك. خديت امي ورجعنا للدار، وانا رجعت شفت نفس الطوموبيل اللي شفت شحال من نهار هذا خارجه من جهه المدخل. الوضع ماشي طبيعي. فجنبت طوموبيلتي بالزربه بغيت نعرف شكون هاد الملعون اللي سايقها. الطوموبيل كانت مقابله للمدخل وانا جاي بالعكس وما قدرتش نلحق عليها. اول حاجه درتها بعد ما تاكدت ان هادوك هربوا انطلقت ورجعت للدار. شفت الباب محلول وريحانه واقفه عندهم متوتره وكتلفت بحال كتسنى شي حد. انفجرت فيها وقلت لها الغبيه شكون اللي كان هنايا؟ شكون كتسناي؟ والله الا انت وراك شي مصيبه كبيره وما بغيتيش تقولي لي. من بعد تفكرت صباح السياره اللي طلع من هنا شكون يكون؟ اكيد واحد من خوتك السفاله. ريحانه بقات كتبكي وتقول لا والله كنت كنتسنى رجوعكم. سمعت صوت غريب من البيت كان واضح انها خايفه. اعتذرت ليها وتاسفت ليها والحمد لله رضات عليا. بعدها امي مشات تنعس في بيتها وانا وريحانه طلعنا للفوق، ولكن في الصباح صارت كارثه. ريحانه فاقت من النعاس وكتبكي ويديها مرمى فيه شي كدمات. شفت يديها وفعلا الكدمات كانت حقيقيه وسولتها شنو صرا معاك؟ قالت لي حلمت واحد الحلمه خايبه، شفت واحد المراه شيبانيه وجهها محروق بالكامل، جات هزه حديده وحطات على يدي. انا تصدمت حيت العجوز اللي تكلمات عليها وصفاتها والوصف ديالها مطابق الوصف ديال جداتي المسكينه اللي ماتت محروقه في الدار القديمه. اول ما تزوجت ريحانه حليت مع هذا الموضوع ديال موت جداتي وقلت لها ماتت محروقه، ولكن الكدمه على يديها خلاتني نتاكد ان كلامها بصح. غبت على الخدمه وديتها للمستشفى وخليت امي في الدار بوحدها، وباذن الله امورها تكون مزيانه. المستشفى قالوا ان ما فيهاش حرق او كدمه، مجرد احتباس ديال الدم واللون مايل لكحوليه، وهادشي اللي صار مع ريحانه. دازو شي ساعتين في المستشفى، رجعنا للدار شفت الباب محلول ونزلت وجريت لبيت امي وتصدمت
البيت خاوي والفراش وحوايجها مليوحين، واضح ان شي حد جا وخطفها. تجنيت، غوت، ناديت على امي، قلبت عليها في البيوت القديمه ولكن بلا فايده. هزيت الطوموبيل ومشيت للشرطه، بلغت على الاختفاء ديال امي. الشرطه بداو في التحقيق ولكن ما خداوهاش بجديه، حيت كيعرفوا ان امي في الفتره الاخيره كتصرف بغرابه، وفسروا الموضوع على انه بدا كتخرف. التقرير الطبي قال ان امي ممكن تكون خرجت من الدار وما مشاتش بعيد، والشرطه جالسين كيقلبوا عليها. وانا انا دازو 3 ايام على اختفاء امي، بحثنا في كل مكان وما لقيناهاش. ريحانه قالت ممكن تكون رجعت للبيت ديال جداتي القديم المحروق. فرحت، مشيت لتما وكنقلب ولكن ما لقيتهاش. وكل مره كنجي ناخذ ريحانه كتمشي بيا لشي بلاصه اخرى، بحال الا باغا تشوش الانتباه ديالي. وما قدرتش نتحمل، ولا الشرطه كتساعدني لا مراتي. شنو الحل؟ ما عندي الا عمر صاحبي نقدر نثيق فيه. طلبت نتقابل معاه في مكان محدد، وعلمت انني شاك في مرتي واكيد خوتها معها، لانهم اصلا مجرمين، والتصرفات ديال ريحانه ما كانش طبيعيه. وطلع عندي تفسير واحد، ان ريحانه بغات تلاهيني وتخرجني من الدار، ولكن شنو السبب الله اعلم. عمر صنع كلامي وقال لي يا خويا من الاول علمتك ركز على دارك، ولكن شوف شنو وقع دابا. والحل عندي، سير لمراتك قول لها غادي تسافر للعاصمه باش تقدم بلاغ رسمي لاختفاء دمك، وطلب منها تجي معاك. اذا رفضت عرف انها وراها شي بلا، وبالطريقه خليها في الدار وانت سافر وراقب الدار من بعيد. في نفس الساعه رجعت للدار وحليت الموضوع مع ريحانه، وقلت لها غادي نمشي للعاصمه باش نقدم بلاغ رسمي على اختفاء دمي، وبغيتك تجي معايا. قالت لي ها لا ما تحتاجش انا نجي معاك، غير سير بوحدك. ومن هاد اللحظه فهمت ان كل كلمه قالها عمر صحيحه. قلت لها واخا جلسينا، ولكن انتبهي على راسك، غادي نطول شويه في العاصمه، ممكن نجلس شي سيمانه ولا 2 سيمانات. قلت لي صافي غير سير الله يحفظك. طلعت للبيت النعاس وخديت معايا شي حوايج تما، على اساس انني نبين ليها انني صادق وغادي نسافر. ومن بعد ما ركبت طوموبيلتي ودعتها ومشيت توجهت لدار عمر. دخلت طوموبيلتي لتما وخليتها واقفه تما باش نتاكد ما كاين حتى شي حد يشوفها. جلست مع عمر في دارو حتى الساعه 11 في الليل. وخلال الساعات اللي فاتت انا وعمر بدينا نقلبوا على طريقه نوصلوا بها لجهه داري، ولكن بلا ما ينتبه لنا شي حد. عمر اقترح عليا ناخذوا واحد من الاقارب معانا، وهذا القارب كيعرف كاع الطرق المختصره في المنطقه. فعلا جبناه، علمته بكل شيء اللي وقع معايا من بعد ما تزوجت من ريحانه، وتا هو علمته بموقع الدار. واول ما عرف على الموقع بدا يشرح كل الطرق اللي توصل للدار. بصراحه انا ما كنتش عارفهم كاملين، ولكن دابا هو ورانا اسهل طريقه يوصل بها للدار من الجهه الخلفيه. هذيك الطريق لو مشينا فيها ما كاين حتى شي حد يشوفنا، ولكن المشكل انه خطير بزاف وكله اشجار. وانتم كتذكروا قبل كم من يوم شفت واحد كيمشي بين هاد الاشجار، وتا هو سمعت صوت ديال الضبع من موراه. يعني الطريق خطيره وما عارفين شنو ممكن يوقع لينا تما. عموما رسمنا الخطه وركبنا في الطوموبيل د عمر، وقبل ما نوصلوا للجهه ديال الدار بحوالي 2 كيلومتر وقفنا الطوموبيل ونزلنا منه ومشينا على رجلينا من بين هاد الاشجار. الشارع كان على اليسار ديالنا، واي واحد يمشي فيه ما يشوفناش حيت الاشجار كثيفه بزاف. كملنا المشي ولاحظت ان الطوموبيل اللي شفتها الايام اللي فاتت، السياره البيضاء واقفه في نفس البلاصه. كنت متاكد ان فيها شي واحد، وجاني حماس نهجم على الطوموبيل ونفتح الباب باش نشوف شكون اللي سايقه. ولكن الدراري شدوني ومنعوني وقالوا احتمال ان الشخص يكون مسلح، فخليناه ومشينا بين الاشجار. فجاه وصلنا لمكان مظلم بزاف لدرجه انه لو مديت يدي في القدام ما نقدرش نشوفها. اضطرينا نمشيو بهدوء بشكل عشوائي، وما كان حتى شي حد عارف الثاني فين كاين. عمر لان الخطوات ديالو سريعه ما حسيناش به. فجاه سمعنا كينادي علينا من اتجاه معين وقال الدراري اجيو من هنا، راه الدار هنا. مشيت كنشوف بوضوح وتوجهنا لنفس المكان اللي كان واقف فيه عمر، ولاحظت ان الدار من المنطقه هذه واضحه تماما، حتى البيوت اللي وراها، حتى المكان اللي واقفين فيه مرتفع شويه بحال فوق شي كوديه. دابا نقدروا نشوفوا كل شيء من هنا. وما بعد دقائق بسيطه لاحظنا السياره من نوع مرسيدس. هذه قديمه بزاف، وقفات عند الباب ديال الدار، ونزلوا منا 2 ملتمين وفتحوا الشانطه الخلفيه وفتحوا الكوفر، ونزلوا منا صندوق كبير بحال شي تابوت ودخلوه بالزربه للدار وهربوا. وهاد الناس اللي كانوا في المرسيدس شكون هما؟ قصتهم شنو هي؟ اكيد ما دخلوش الصندوق الا وراهم مصيبه كبيره. بصراحه ما قدرتش نتحمل المنظر، وكنت باغي ننزل من تما ونتوجه للدار، ولكن الدراري منعوني وقالوا لي اذا نزلتي غادي نخربوا الخطه. قلت لهم واخا الدراري واخا، خلونا نبلغوا الشرطه على الاقل. ولكن رفضوا، وعمر اكتفى بالتصوير. خرج تليفونه وصور كل شيء. بعد دقائق شفنا السياره جايه للدار.
نفس السياره اللي كنت كنشوفها طوال الفتره الماضيه، هذيك البيضه وقفات عند الباب. واول ما شفت الاشخاص اللي نزلوا منها تصدمت. الاشخاص اللي كانوا سايقين السياره هما با ريحانه وخوتها. اول ما شفتهم الدم ديالي طار، نقصت من بين الشباب ناوي نزل عندهم وما هموني اذا كانوا مسلحين. اهم حاجه نشفي غاليلي، ولكن الدراري شدوني في اللحظه الاخيره وقالوا رمزي الله يرحم والديك هدي اعصابك باش نقدروا نشدوهم. قلت لهم ما غاديش نرتاح الا اتصلتوا بالشرطه. فعلا ولد عم عمر خرج تليفونه واتصل بالشرطه وبلغهم، ولكن عرفتي شنو وقع؟ الشرطه ما جاوباتش على البلاغ. انا بديت نشك حتى في افراد الشرطه، ربطت اللي صار بموضوع امي، حيت وقت اختفاء امي ما خداوش البلاغ بجديه. جلسنا كنتظروا في نفس المكان حتى الصباح، ما شفنا حتى شي حاجه غريبه. وفي اللحظات اقتنعت بكلام عمر وولد عمو انه خاصنا نمشيو الامور بهدوء باش يكون الحق معانا وما نعرضوش روسنا للخطر. رجعنا للدار ديال عمر بنفس الطريقه، واتفقنا ان اليوم غادي نرجعوا نكملوا الخطه حتى نكشفوا ريحانه والاهل ديالها وما متلبسين. المزيان في الموضوع انه واحد من صحاب عمر خدام بوليسي في نفس مركز الشرطه ولا جاو معانا وشاف كل شيء بعيني، غادي يسهل عنا الامور بزاف. هاد البوليسي سميتو مستور، وفعلا كان خاوي داك النهار. وعمر قال لي انه كيبغي هاد المداهمات، وبطبيعه العمل ديالو بعد ما عرف انه غادي يراقب الدار من بعيد حب الفكره وقال غادي يجي معنا، ولو شاف شي حاجه بعينيه الامور غادي تسهل. الليله الثانيه خرجنا انا وعمر وولد عمو مستور وتوجهنا لنفس المكان اللي وقفنا فيه البارح، وجلسنا كنراقبوا في الدار. اليوم نزلنا شويه لتحت باش نشوفوا كل شيء بشكل واضح. شويه شفنا سياره رسميه ديال الشرطه جايه للدار، وتوقعنا ان الموضوع ديال ريحانه وباها مكاشف والشرطه جايين يشدوهم، ولكن اللي وقع عكس تماما التوقعات ديالنا. نزل من الطوموبيل واحد البوليسي ومع صاحبه، وهاد الجوج كيعرفوا مستور مزيان. اول ما نزل الملاح وكان متوتر، متلفت في اليمين وفي اليسار وبيديه جوج اسلحه. سلمهم الرئيس ديال البوليس والجندي اللي معاه، خذوا الاسلحه وركبوا السياره وتحركوا من الدار. واضح ان الموضوع اكبر بكثير والاشخاص مع الاسلحه، وكاين افراد من البوليس متعاونين معاهم. مستور اول ما شاف المنظر ما قدرش يتحمل، وخرج تليفونه واتصل بالضابط المسؤول عليه وقال لي حضره الضابط الحقنا، موضوع خطير بزاف، محتاج نقابلك دابا. الضابط قال لي واخا شنو وقع؟ مستور قال لي ما نقدرش نشرح لك في التليفون، خاصنا نتلاقاو. الضابط وافق وتلاقينا في المكان اللي حددو وعلمناه بكل شيء. الضابط من بعد ما عرف ان عنده افراد خونه في القسم ما استدعى حد غير مستور، والباقي اللي طلب مساعده ديالهم هما حنا، انا وعمر ولد عمو. الضابط خدانا عنده وجلس يسول فينا باش يجمع اكبر عدد من المعلومات قبل ما نتوجهوا للدار. علمناه بكل شيء، وقلت لي انا الدار فيها باب خلفي مسدود بساروت وما عندناش حنا المفتاح ديالو. قال لي صافي انا عندي مفتاح كيحل كاع البواب. من عرفنا كيفاش نرسموا الخطه، غنمشيو للدار وندخلوا من باب الخلفي، ومن بعد اذا حليناه نشوفوا كل شيء بوضوح. ركبنا في الطوموبيل ديال الضابط وتوجهنا للدار، وقفنا الطوموبيل وكملنا الطريق على رجلينا حتى قربنا من باب الخلفي وراقبنا الدار، وما كان حتى شي حد تما. وقال الضابط نتوما هنا وانا غادي نحل الباب. مشى بهدوء وصل الباب الخلفي، دخل المفتاح، دوروا في اليمين وفي اليسار، الباب تحل ودفعوا بكل هدوء وتاكد انه ما كاين حتى شي حد داخل الدار. نادانا ودخلنا معاه، والدار كانت هادئه وواضح ان ما فيها حتى شي حد لداخل. توقعت انهم موجودين في الطابق الثاني، وفعلا بدينا كنطلعوا الدروج بهدوء، ولكن حتى من بعد ما وصلنا للطابق الثاني ما لقينا حتى شي حد في الدار. الدار كانت خاويه ونظيفه وما فيها اي انسان داخل ديالها، واضح انه كاين شي غلط. المهم تمركزنا فوق السطح باش الا جا شي واحد ما يشوفناش. ومن بعد نص ساعه سمعنا طوموبيل وقفات عند الباب، ومن بعد ما ناض الضابط من الفوق اتجاه الاسفل شاف ان الطوموبيل اللي وقفات دابا هي نفس السياره اللي كنت كنشوفها طوال الفتره الماضيه، واللي نزلوا منها دابا هما ريحانه وباها، وكان معاهم جوج شنط كبار وما عارفين شنو داخلين هاد الشنطات. المهم تسنينا حتى دخلوا ووقفوا الباب وجلسوا تحت في الصاله. فهاد اللحظه نزل عليهم مستور والضابط اللي معاه باش يبغتوهم ويشدوهم، اما حنا ما عندناش خبره كافيه باش ننفذوا بحال هاد المهمات. بعد ما نزل المستور والضابط قدروا يباغتوهم وشدوهم في الحال. كاع نزلنا من السطح باش لو وقع اي مقاومه نعاونوهم. ودابا صافي الملاح وريحانه تشدوا، والضابط طلب منهم يفتحوا الشنطه ولكنهم رفضوا في البدايه. فانا الضابط هز السلاح ديالو وحطوا على راس الملاح وبدا كيغوت ويتوسل، وفي النهايه قاموا ونضوا حل الشنطه. واول ما حلها تصدمنا. الشنطه هذه خوتي كان داخل ديالها مواد ممنوعه وعدد الحبوب اللي فيها كبير بزاف، والله العظيم لو توزعت على اهل المنطقه كاملين غادي تخليهم يدمنوا في مده قصيره. الضابط اول ما شاف الحبوب والمواد الممنوعه ضرب الملاح باسفل المسدس حتى طاح في الارض. وفي هذه اللحظه كنا بقينا كنشوفوا
ونسينا الموضوع د ريحانه. وتخيلوا شنو دارت هاد النجيسه. بكل هدوء هزت المسدس من داخل جلابيتها وطلقت النار على الضابطين، ومستور انتبه ليها وهو السلاح ديالو تا هو وطلق عليها النار في الفخذ ديالها. ومن وقتها تشلات الحركه ديالها. ودابا خاصنا نتصرفوا بالزربك قبل ما يسمعوا باقي افراد العائله الصوت ديال الطلقات ويجيو هنا. الضابط خرج التليفون ديالو وهو كيتألم متصل بقسم الشرطه باش يطلب الدعم، حيت لما طلبوش الدعم الدنيا غادي تخرب. ولكن للاسف ما جاوبوا حتى شي واحد من القسم، وكأن القسم ديال المنطقه في هذيك الليله كان خاوي وما فيه حتى شي واحد. الموضوع بدا كيزيد خطوره والضابط كينزف، ودوك الاثنين الملاح وريحانه ما عارفين كيفاش يتصرفوا معاهم. قال مستور الحل عندي، غادي نمشي نجيب السياره ديال الضابط ونرجع ناخذكم ونخرجوا من هنا. فعلا الضابط عطى مستور المفتاح ديال طوموبيلته وانطلقوا كيجري بين الاشجار باش يجيبها باسرع وقت. اما بالنسبه لريحانه والملاح ربطناهم باش ما يهربوش. وبعد 20 دقيقه رجع مستور بسياره الضابط وقف عند الباب ديال الدار، وبالزربه خرجنا الضابط وريحانه وركبنا وانطلقنا للمستشفى. وصلنا للمستشفى وبقينا بامان. الملاح وريحانه نفضح الموضوع ديالهم، والله حتى واحد ما يفكم مني. بديت نغوت عليهم وقلت لهم امي فين، شكون يخداها؟ قال الملاح امك موجوده ما تخافش. قلت لي فين ديتوها؟ قال امك موجوده في بيتنا مع الوالد. زاد حقت ديالي عليهم وقلت حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كاملين. من بعد خرجت انا وعمر مباشره من المستشفى وتوجهنا للبيت الملاح الكبير، ولكن بعد ما وصلنا لقينا الباب محلول والدار خاويه وكانهم خلاوها قبل دقائق فقط. واضح ان الاب وباقي الاولاد وصلهم الخبر ان ولده الكبير وبنته تشدوا. الملاح قال لنا امي كانت موجوده في الدار ديال باه، قلنا الله يستر ما يكونش باه خداها معاه. رجعنا للمستشفى باش نتاكدوا واش الكلام ديال الملاح صحيح ولا لا، ولكن هو حلف في قبضه ديال الامن وقال ان الوالده ديالي كانت مخبيه عند باه من اول نهار اختفت فيه. ودابا تم التعميم على ابو الملاح في المنطقه وباقي المناطق اللي حولها، ولكن اللي مخوفنا ويكون بعض افراد الشرطه باقي متعاونين معاه. ما عارفينش واش نثيقوا في الامن ولا لا، حيت الموضوع فيه تخربيق. بالنسبه لرئيس الفرقه والجندي اللي كانوا متعاونين مع ابو الملاح اختفوا وما بقى لهم حتى شي اثار. والدوريه اللي كانوا راكبين فيها لقاو بعض الناس واقفه في الطرف ديال الطريق، والبطاريه مفكوكه وما كاين حتى شي واحد لداخل ديالها، حتى الاسلحه خداوهم معاهم. وصلت الفرق البحث والتحري من منطقه اخرى باش توسع دائره البحث. كل اللي بغيت هو يلقاو امي باسرع وقت. الملاح خداو القسم الشرطه باش يحقوا معاه، والضابط اللي حقوا معاه ما كانوش من نفس المنطقه ديالنا، بل جاو ضباط من منطقه اخرى، حتى الثقه ولات معدومه. بعد التحقيق الملاح بدا يعترف ببطء، وبعد الكلام اللي قال انه كان تيكذب، ولكن بعد ما ضربوه الضباط قال الحقيقه واعترف ان باه وخوته وريحانه كانوا مشكلين عصابه من زمان لبيع الاسلحه والمواد الممنوعه، وكاين بعض افراد الشرطه متعاونين معاهم وحدد اسمائهم، ولكن للاسف كان اللي اختفى ومبقاش ليهم الاثار. الملاح قال كذلك ان باه جبر بنته ريحانه تزوج بيا باش يسهل عليهم بعض الامور وماشي حتى حد فيهم. وكتعقلوا داك النهار ملي تبلاو على امي وقالوا لها ان مدات يد على ريحانه، طلعوا تيكذبوا، بغاوني ننتقل لديك الدار باش نسهل عليهم بعض العمليات. وحتى داك النهار ملي خرجت من الخدمه وشفت اثار الطوموبيل، واضح ان ريحانه كانت عارفه بكل شيء منذ البدايه. كانت كل يوم كتنتظرني نمشي للخدمه وندخل للبيت ونعس، وهي كتستغل الفرصه باش تسمح لبا وخوتها يروجوا المواد الممنوعه من داخل الدار. انا طول ديك الفتره اللي فاتت ما كنت عارف حتى حاجه، كانوا مستغليني منذ البدايه. وتمنيت لهم امي سمعت كلامي وخلاتني نطلق ريحانه من ذاك النهار ونتفك من شرها، حيت دابا دخلت في مصيبه ما يعلم بها الا الله. الملاح كمل وقال امي كشفت موضوع التهريب وكانت مستراني حتى نرجع من الدوام باش تعلمني. وبعد ما عرفت ريحانه بالموضوع عطات امي بعض المواد اللي تخلي الشخص يفقد الذاكره مؤقتا. كتعقلوا داك النهار ملي قالت امي انه كاين شي واحد في بيتها، كان كلامها صحيح. الملاح دخل الدار وضرب امي على راسها من الخلف، رغم ان تاثير المخدر كان باقي، وبقدره قادر امي تسلمت من الموت. ريحانه في داك النهار حاولت تشتت انتباهي وما تخلينيش نركز مع كلام امي، وفعلا الخطه ديالها نجحت وافتعلت مشكله وقال جاها كابوس. وبعد ما خرجت انا ويا المستشفى خوتها استغلوا الفرصه ودخلوا للدار وخداو امي وخباوها عند باهم. بسبب تعاونهم مع بعض افراد الشرطه، بعد ما بلغت على اختفاء امي ما خداوش الموضوع بجديه وما طلوا في الموضوع حتى مروه مرور الكرام. ولكن ان شاء الله فضيحتهم قريبه حيت كلشي ولا واضح قدامنا. بعد ما سمعت اعترافات الملاح وقلت كون عصيت امي ولو مره واحده ورفضت الطلب ديالها انني نبقى نعيش مع ريحانه، حيت في النهايه انا غادي يكون في مصلحتنا وما غاديش نتعذب بهاد المرمطه هادي. في الخلاصه هاد الهضره
أن البحث على أمي وأبو الملاح والعسكر هاربين استمر لمدة 4 أيام. وفي اليوم الخامس خرجنا أنا وعمر ومستور باش نقلبوا على بالسيارة عمر. أصلا بقينا 4 أيام على نفس الوضع، كل يوم كناخدو سيارة عمر وندورو كامل المنطقة ونقلبوا على أمي، ولكن هاد المرة قرر نخرجوا برا المنطقة. المهم وحنا ماشيين اتجاه المخرج ديال منطقتنا شفنا إنسان كيمشي بصعوبة وكان ماشي وكيسند يدو على ركبته. شفناه من مسافة بعيدة بزاف، ولكن حنا متأكدين بنسبة 100% أنه إنسان. طلبت من عمر يسرع باش نوصلوا للشخص بالزربة. أول ما قربنا انتبهنا أنها كانت أنثى وشعرها طويل. قلبي دق بقوة حيت المشي هادي عارفها مزيان، وأول ما وصلنا عندها عرفت أن هاد المرأة هادي غتكون أمي، وحالتها كانت تتقطع القلب. ماشية في الشارع وكتكلم مع راسها. حتى من بعد ما وصلت عندها ونزلت من الطوموبيل شافت فيا ولكن ما عرفاتنيش. شنو اللي وصل أمي لهاد المرحلة؟ والله العظيم عقلها طار بشكل كامل، حتى ولا ما كتعرف حتى شي حاجة. ما عرفناش فين كانت طوال هاد الفترة الماضية. أنا والشباب خديناها وانطلقنا للمستشفى باش نشوفوا واش فيها شي حاجة خطيرة. بعد ما وصلنا للسبيطار الممرضين والدكاترة بداو كيكشفوا على أمي، وبعد ساعتين من الفحوصات والتحاليل خرجت النتائج الأولية. وديك الساعة تصدمت مني عرفت اش واقع. أخوتي أمي طلع عندها فقدان الذاكرة كامل، حيت طوال الفترة اللي كانت مختفية فيها بات الملاح كانت تعطيها مواد تخليها تفقد الذاكرة بشكل مؤقت، ومع كثرة تناول هاد المواد أمي فقدت ذاكرتها بشكل كامل، بالإضافة لبعض الأضرار الأخرى اللي لحقاتها. كيقولوا احتمال يكون جاها فشل كلوي حيت ما كانتش كتشرب الماء بكثرة، وكثرة تناول المواد الكيماوية مع قلة شرب الماء كتخلي الكلاوي تستنزف الطاقة ديالها حتى تفشل. ودابا أمي جاها فشل كلوي. والله العظيم أخوتي من شدة القهر دخلت المستشفى، هرست المكاتب كلها، حيت أمي اللي رباتني وتعبات عليا وقع لها هادشي بسبب عائلة ديال المرض اللي لا يوفقهم. والله ما نخليهم ولو الحكومة ما خداتش حقي أنا ناخدو بيدي. وديك النجسة ريحانة كانت مازال منومة في المستشفى بسبب طلقات في الرجلين ديالها. مشيت نقلب عليها ونويت نهي حياتها، ولكن اكتشفت أنه كاين أفراد من الشرطة واقفين عند الباب بيتها مكلين لها الحماية باش حتى واحد ما يدخل ويأذيها. الناس شدوني وهداوني، ولكن بالله عليكم كيفاش نهدا أمي كدوز بهاد الحالة؟ قلبي انكسر وتمنيت لو بقينا نعيشوا في بيت جداتي القديمة وما نمروش بالظروف السيئة، حيت أمي ظريفة وما تستاهلش هادشي. المهم أن أبو الملاح وولادو الآخرين باقيين، ودوك البوليس تاهما متعاونين معاهم تاهما مختفين، وكأن الأرض انشقات وبلعاتهم. وبالطريقة ما غاديش ناخد حقي إلا من 2 أشخاص، الملاح وريحانة. ولكن ما كنتش مرتاح مادام الراس المدبر اللي هو باهم باقي حر وطليق. لازم نشفي غليلي، ولكن منين خرج هاد الحقد صعيب عليا، خاص شي واحد يعاونني. أمي دخلوها المستشفى وبداو يهتموا بالوضع ديالها، والضابط اللي جاتو تلقى في رجل تعالج ورجع يمشي بشكل طبيعي، ووعدني انه هو اللي غادي ياخذ حقي. وفعلا بدا ينفذ الوعد ديالو، ونشر فرق البحث كثيره ووزعهم على المناطق اللي حوالينا، وعمم مع العسكر المتعاونين مع ابو الملاح، ونشر الصور ديالهم في كل مكان. وحتى ابو الملاح نشروا صورته عند الناس كاملين، وحتى نص سكان الدوله اللي عايشين فيها عرفوا الخبط ديالو. بداو عمليه البحث في كل بلاصه، ولكن كانوا ناس كيتصلوا بالضباط وكيعطيهم معلومات كاذبه باش يشوشوا عليه. ولكن الضابط كان ذكي. في نهار من الايام جا اتصال على رقم الضابط، والشخص اللي كيهضر قال انه شاف ابو الملاح في واحد المنطقه. الضابط حس ان الصوت ممكن يكون ديال رئيس الرقباء الهارب، حفظ الرقم وبعثوا لغرفه القياده باش يتبعوه. بالزربه قدروا يحدوا المكان ديال الاتصال، وطلع من منطقه جبليه كتبعد حوالي 250 كيلومتر. الضابط جهز الفرقه ديالو، ولكن ما خدانيش معاه حيت الوضع خطير. بعد ما خرجت الفرقه انقطعت اخبار من مده طويله، حتى مرات 12 ساعه وما جات حتى شي خبر. كنت كنقول اكيد ابو الملاح قضى عليهم، ولكن بعد شويه جا الخبر اللي رجع لي الحياه منذ جديد. تم القبض على ابو الملاح وولادو بجوج ورئيس الرقباء الخائن اللي هرب معاهم. اما باقي المتعاونين فهربوا وخرجوا برا البلاد. الملاح اعترف وقال ان اللي خلاه يوصل لهاد المرحله والمجتمع اللي كان تيعاملهم بطبقيه، حيت سكان المنطقه كانوا كيحتقروهم لانهم فقراء، وحتى المدارس كانوا كيرفضوا يدخلوا ولادو بسبب الرسوم. بسبب هذا الشيء بات الملاح دخل في طريق الحرام وبدا يبيع الممنوعات ويهرب الاسلحه باش يصرف على ولادو، ولكن الطريق دمرهم وخلاهم يتحولوا لخدام للشيطان، ودمر نص اهل القريه. المحكمه حكمت عليه بالاعدام، الاب والبنت والولاد ورئيس الرقباء الخاقين. وبالطريقه تخلصنا من عائله ابليس، حيت كانوا قاتلين بزاف الناس. رمزي قال ان امه بقات في المستشفى 2.5 عام، ومن بعد خرجت وهي فاقده جزء كبير من الذاكره ومعها فشل كلوي، وبقات يعالجها مده طويله. ولكن في 2020 وقت ازمه ديال كورونا اصيبت امه بعدها وتوفات بسبب ضعف المناعه. الله يرحم مات رمزي اللي تعبات وعانت طوال حياتها، وعسى الله يجازيها بالجنه.
رمزي كمل حياته وانتقل لمدينة كبيرة في الدولة ديالو، ولكن حتى الآن ما قدرش ينسى الأحداث اللي وقعت معاه. وصلنا لنهاية القصة، وكنعتذر إذا كانوا بعض الأخطاء حيت القصة جاتني بلهجة صعيبة وماشي مغربية، ولكن حاولت نبسطها. وإذا عجبتكم القصة ما تنساوش لايك واشتراك في القناة. وزان سلام الزمن، فصل الشتاء، الحدث ما وقع معنا أثناء اقتحام أماكن مهجورة ومحظورة من سكان المنطقة. السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم آمين في سلسلة المغامرات داخل الأماكن المهجورة. نبدأ في القصة مباشرة بدون مقدمات. مؤخرا تلقيت الاتصال من عند أحد المتابعين بمدينة وزان، عنده الأم ديالو والزوجة ديالو عندهم مرض روحي. طبعا مسقت معاهم حصة وانتقلت للزيارة ديالهم برفقة الراقي محمد. استقبلوني أحسن استقبال، تم بفضل الله الرقية ديال الزوجة، والحمد لله تم العلاج بفضل الله عز وجل. ثم انتقلنا إلى بيت الأم والعائلة والإخوان بنواحي وزان، وبالضبط منطقة تسمى مصمودة، حيث هناك الجبال والوديان ومناظر طبيعية خلابة. دخلنا للمنزل ديال العائلة ديال الأخ حميد بإحدى البوادي هناك. استقبلونا أحسن استقبال، قمنا بالواجب، رقينا الأم والأخت والإخوة ديال الحالة، وثبت أن عندهم سحر مكتوب بالطراسيم وجدول مدفون في البيت. مع الأسف تم بفضل الله عز وجل استخراج السحر والفك ديالو، وتم بقوة الله عز وجل الرقية ديال الحالات وتحصيل المنزل بفضل الله عز وجل. طبعا الأخ اللي مشينا عنده كان كيعاودنا على ما يقع بالدوار الذي يسكن فيه من أحداث غريبة بإحدى الوديان وبإحدى الأماكن الخضراء، ما يسمى بالعرصة بلغتنا العامية. حيث حكى لي أنه منذ سنوات هو باقي صغير في ذيك الوقت، والآن يبلغ ما يقارب 45 سنة، حيث أنه في ذيك اللحظة اللي وقعت فيها ذيك الأحداث كان كيبلغ ما يقارب 19 سنة. كيحكي لي حميد وكيقول مني كان كيمشي للعرصة باش يزرع النعناع وبعض الخضر كما هو جاري في القرى هناك، فكانت كتوصل سبحان الله الوقيته ديال المغرب، يعني مشى مع 9 ديال الصباح كيبقى يحصد وخدام بالآلة ديال الحصاد نهار كامل في أمان الله. وسبحان الله غير كتوصل الوقيته ديال المغرب الآلة كتوقف وما كتبغيش تخدم مرة أخرى، حتى أنه دا عند الميكانيك ولكن ما كاينش حل. كيقول لي الميكانيك راه الآلة خدامة وما فيها حتى شي عطل ولا حتى شي مشكل، كيديماري عادي، ولكن غير كيرجعها الأرض نفس الشيء كيتكرر. الآلة كتخدم بالنهار كامل، مع ديك الوقيته ديال 6 مورا المغرب ما كتبغيش تخدم مرة أخرى، يعني خاصو حتى يفيق في الصباح عاد يمكن ليه يشعلها ويخدم بها مرة أخرى في ديك البلاصة اللي كيحصدوا فيها. وهادشي خلاه كيشك أنه كاين جن في ديك البلاصة، يعني منطقيا اللي غيخلي الماكينة تكون خدامة نهار كامل وتجي حتى الوقيته ديال المغرب وتحبس بدون سابق انذار وبدون سبب تقني. هذا ما يدل أن ديك البلاصة بالضبط اللي هي العرصة اللي جات قريبة للواد تقع فيها أمور غامضة، هي مسكن للإنس بالنهار ومسكن للجن بالليل. وهذا ما غيزيد يأكد لنا الأخ حميد اللي مضايفنا عنده، قال لنا باللي في اليوم من الأيام ومنذ سنوات طوال وفي نفس البلاصة اللي كان كيغرس فيها المسمى بالعرصة طبعا الخضروات إلى ما غير ذلك، كان واحد الفكرون بحجم كبير مع الوقيته ديال المغرب بالضبط، وكان فضولي وكيقول لنا أنه هزو بيديه وحطو في واحد الحفرة، وديك الحفرة يعني ما عندهاش شي ثقب اللي غادي يهرب منه داك الفكرون، وحط فوق من الحفرة واحد الصمة كبيرة يعني حجرة غطات ديك الحفرة، والعرصة ديالو مسدودة بالباب من قصدير والمكان بعيد على الناس. وقال غنرجع في الصباح ونلقى داك الفكرون باقي. مشى الشخص وناس وبات في دارهم، ولكن الغريب من يرجع في الصباح كيهز الحجرة كيلقى الفكرون غبر ليه الآثار. السيد تصدم وتخلع، وموراها مباشرة غيتصاب مرض روحي وغيتبع من واحد الفقيه لمدة 3 أيام حتى غيتشافى تماك، وتما غيعرف بلا ديك العرصة بالضبط فيها جنون ساكنينها. هادشي شوية من بزاف، وانا كنسمع ومتشوق نمشي بالليل لديك المنطقة وانا فضولي وعقلي تعلق بها. وكيعاود لينا هاد الشخص في منطقة أخرى قريبة لهاد العرصة كتسمى بالواد المهجور، وكاين تما واحد الواد دايز بالما وفي واحد الهبطة فوق منها جنانات ديال الزيتون، إنما الواد جا معزول. كيقول لينا حميد
كيكون هو دايز بالليل ما عليه ما بيه، حتى كيقرب لجهة الواد من الفوق، وكتخرج ليه واحد المرأة محملة ولدها فوق ظهرها وجارة ولدها في يديها، وكتقول ليه حميد ولد فلانة طرخ ماشي هادي رجع منين جيتي. ونفس هاد المرأة شافوها الناس من الدوار، فوقاش ما داش شي واحد من الليل من تما كتخرج ليه وكتقول ليه ما دوش من هنا طريقك ماشي هادي. وكيزيد ياكد بلي ان ديك المراه كتكون هازه جوج ديال الوليدات، والغريب في الامر نهار اللي شاف هاد المراه زاد شويه لقدام منها وللصدمه، حيت ما عمرو شافها في الدوار ولا في داك الليل. اما كملاتش 5 دقائق وتلاقى مع واحد الراجل دايز من نفس البلاصه. سبحان الله، قال لي حميد باش يحيد الشك، واش ما خرجتش لك واحد المراه من ديك البلاصه جهه الواد؟ قال لي السيد لا، ما شفت حتى مراه. ياك لاباس. وهنا تاكد بلي ديك المراه ماشي من الانس وانما من الجن. تما تجمد لي الماء في الركابي. وكيعاود على لسان احد الاصدقاء ديالو من سكان المنطقه انه في يوم من الايام كيقول لي جاي من الجنانات ديال الزيتون، وداز من تما جيت الواد بالليل مع 9 الليل تقريبا مع الواد. داز وقف على واحد الراجل وقال لي داك الراجل اش كدير هنا؟ وجاوبو السيد وقال لي انا دايز غادي لداري. وقال لي داك الراجل هاد الطريق ما تبقاش دوز منها مره اخرى ولا راه ما غادي يعجبك حال. فاذا بالدري تنكره وما فهم والو، وزاد بحالو وحس براسو ماشي هو هداك ورجع للدار. ولدابا مسكين ملي كيبغي يدوز من ديك المنطقه كيتفادى يدوز من ديك جهه الواد. وانا تحمس نزور دوك البلايص، وبحكم انني كنبغي هاد الاماكن وبالخصوص الاماكن المهجوره، خصوصا مني سمعت التاريخ ديال المنطقه المظلم والاحداث اللي وقعوا مع ناس الدوار بالليل منذ سنوات، وانا نزيد نتحمس. قلت ليه خويا حميد شوقتيني نمشي لتما ان شاء الله، غادي نمشي في الليل ان شاء الله وغنشد البيل ونمشي لدوك البلايص اللي عاودتي لي عليهم. غير نعت ليا ورجع انت ومحمد ونشوف واش فعلا غيكون الجن ولا لا، واش غنشوف بشي حاجه ولا نحس بشي حاجه. جاوبني حميد وهو خايف عليا بحكم علمه بديك المنطقه داكشي اللي عاشوه سكان المنطقه من مواقف مرعبه. قال لي يا خويا امين راه ما ننصحكش تمشي لديك العرسه، وانا ما نقدرش ندخل ليها بالليل حيتاش كنحس براسي ماشي هو هذاك، خصوصا ديك المره تاديت وتقاسيت وصافي بطلت نمشي ليها. وحتى الواد ما ننصحكش لانك تخرج تما ديك المره وكتجري علينا من تماك. الله يجازيك بالخير اخويا امين، انت جيتي عندي ضيف ربي لما بعد على هادشي. جاوبته بكل جرأة حميد وانا غنتحمل المسؤوليه ديالي 100%. انت فقط غتوصلني حدا العرسه ورجع انت محمد، ولكن انا غندخل لداخل ديالها ان شاء الله عز وجل وغنقوم بالواجب ديالي. جاوبني حميد شوف تحمل المسؤوليه ديالك اخي امين، الا وقعت لك شي حاجه انا راه بريء منك. قلت لي ونعم بالله اخي حميد. ففعلا درنا الرقيه الشرعيه ديك العشيه للام ديالو والاخت ديالو، حصلنا البيت ديالهم، وفي الليل مع الوقيته ديال العشاء صلينا صلاه العشاء وصليت انا 2 ركعات طاعه لله، ودرت التحصينات ديالي وهزيت البيل ديالي، وكان معي هو والاخ محمد المرافق ديالي. حنا غاديين في الطريق والاخ محمد كيقول لحميد هذا مالو راه ما عرفش علاش كيقلب على المشاكل واقيله. والاخ حميد كيضحك وقال هذا كيقلب على الصداع. جاوبتهم بكل بروده وانا غادي نتوكل على الله وغادي نقرا القران، وانا راه ما كنخافش من الجن، وباذن الله راه ما غاديش يأذيني شي حد حيتاش نيتي مزيانه. وحنا غاديين في الطريق شويه بشويه، فجاه واحد الخيال قطع داك الطريق اللي حنا غاديين فيها بواحد السرعه خياليه. اتلفت عند الاخ حميد ومحمد وقلت لهم واش شفتوا داكشي اللي شفت؟ قالوا لي حسوا بشي حاجه دازت، ولكن راه ما رديناش البالو وما معمرينش راسنا بهادشي. زدنا مازال واحد المسافه وسط الخلا والقفار والجنانات، كنسمعوا فقط نباح الكلاب. قربنا لديك العرسه وما بقاو على برا وقالوا لي راه ما غاديش ندخلوا معاك، ما بغيتي تدخل تحمل المسؤوليه ديالك. قلت لحميد منين نبدا اولا؟ وقال لي ابدا منين ما بغيتي انت، هنا كاين الواد وهنا كاين واحد 2 غيران تحت الواد ومن كاين العرسه. قلت لي غنبدا من الغيران والعرسه. دخلت انا الاول مع دوك الغيران اللي في الواد، كنحس بشي حاجه تابعاني، اللحم ديالي تشوك وانا كنسمع اصوات خارجه من دوك الغيران بحال الموج تماما. الله اعلم ديالاش داكشي،
المهم ماشي ديال الانس، حيتاش ديك البلاصه راه مهجوره. بقيت كنقرا في القران وكنردد في الاذان مرارا وتكرارا بصوت مرتفع. وفاش كملت خرجت لعندهم والحمي مشوك عليا كامل، كانت طاقه سلبيه لا تحتمل. قالوا لي شنو شفتي وباش حسيتي؟ قلت الاخ حميد باللي سمعت اصوات خارجه من دوك الغيران وكنحس بالجسد ديالي مبورش. وقال لي فعلا ديك البلاصه كنسمعوا فيها اصوات غريبه ومرعبه بالليل. وقال لي دابا فين غتمشي عاوتاني؟ جاوبته باللي غندخل العرصه ديالهم اللي عنده معاها تجارب صعيبه مع عالم الجن. وقال لي راه ما غاديش نتحمل المسؤوليه ديالك الا خرج لك شي حد. وقلت لي ما تحملش المسؤوليه ديالي، انا راه عارف شنو كندير وهادشي راه كنعيشو من صغري وعندي قوه شخصيه الحمد لله في اكتشاف الغموض. قال لي شنو غنقول لك، دير اللي بغيتي وانا غنحل لك الباب ديال القصدير ودخل وحنا غنبقاو برا نتسناوك. فعلا فتح لي الباب ودخلت للعرصه. بقيت كنودن وكنقرا في القران حتى هبط جهه الواد من الجهه القريبه ليها في الشق الايمن ديال الواد. وبقيت كندور تماك وكنحس بشي حاجه تابعاني، الاحساس ما يتحملوش اي واحد. الحمي شوك شعري وقف عليا وكنقول شنو هادشي، وانا كان مطمئن قلبي وحاس بقوه داخليه رهيبه. بقيت كنقرا في القران وكنقرا في القران وواحد الوقيته لسان ديالي تلعثم وما عرفتش نخرج الحرف من بلاصتو. بقيت كنكبر وكنقرا في القران وكنحس راسي مخنوق ماشي هو هذاك. بقيت واحد المده وانا كندور تماك. الحمد لله خرجت من تماك وانا سالم وحسيت بالغاشي في ديك البلاصه. ما شفت شي حاجه معينه ولكن حسيت بشي حاجه تابعاني وانا كنحس بالخنقه. تماك عرفت باللي ديك البلاصه مسكونه من الجن او مسكن للجن. صافي خرجنا من تماك وقال لي الاخ حميد دابا حسيتي براسك شفتي داكشي موقع لك والو؟ قلت له الحمد لله راني بخير وعلى خير. بقيت متعجب وقلت لي انت ماشي بشر عادي، هاد البلايص خايبين بزاف، راه باقي حنا اللي غنجيبو لك فقيه يقرا عليك واخا قلتي انت غترقينا. قلت لي في نفسي راني مولف هادشي وابتسمت وجاوبته وانا مزيان، الخوف لا يعرفه الى قلبي سبيله وربي معايا. وبقينا غادين وهما شادين فيا وكيعاتبوني وانا غير كنتبتهم الصراحه حيت عارف شنو كندير. وهادشي راه عشت معاه من الصغر بدايه على اسفي وانا كنكبر. وصلنا لجهه الواد المشؤوم كيما عاودوا لينا اللي صادفوا فيه الجن بالليل. وانا نقول ليه نعت لي ديك البلاصه اللي جهه الواد، هذيك العقبه اللي كتهبط للواد، وبغيت نشوف واش غتخرج لي ديك المراه اللي كتبقى تخرج ليكم وكتخرج للناس ديال الدوار. وبغيت نعيش نفس الاحساس وربما يخرج لي داك الراجل من العالم الجن اللي كيبقى يقول لكم ما تدوزوش من هنا. قال لي يا حميد راه ما نسحقش بديك البلاصه، راه خايبه بالليل كاين اللي تقاس فيها كاع. قلت له انا نتحمل مسؤوليتي. دزنا من تماك وفعلا هما قرروا باش يبقاو الفوق وحضروني، ولكن انا ما عقلي كنقول لما تحكي زبورك يا داوود. المهم قلت لهم تسناوني فوق الواد بحال كاينه واحد طلعه وانا غنهبط من ديك الهضبه درديبه وحده وسط اشجار الزيتون اتجاه الواد. وهما بقاو واقفين وحميد بقى يقول لي وانا غنهبط ديك الساعه اما نصحكش اخويا امين، وبقى تيقنع فيا باش ما نهبطش لذاك الواد. ولكن قلت ليه خويا حميد خليني نتوكل على الله، خليني نشوف اش كاين. قال لي راه غتخرج ليك ديك المراه ولا قدر الله دير لك شي حاجه، راه ما كتبغيش لي دوز من هنا وما غتعرف راسك فين مشيتي. راه واحد النهار واحد السيد كان حدا الواد وراه ما عرفناش فين مشى حتى لقيناه واحد المره مليوح في واحد البلاصه. العقل ديالو تخلخل. لعن الشيطان اخي امين، رجع بحالك وهادشي كله عاودوا ليا باش نتراجع ولعل وعسى ناخذ العبره. ولكن انا قلت لي وانا مصمم خويا حميد وانا راه عارف شنو كندير وباذن الله ما غاديش نخاف من داك العالم. وقال لي انا ما غاديش ندخل معاك وانا غنبقى بعيد وغنضوي عليك من بعيد وغنراقبك من بعيد انا ومحمد، وراه ما غاديش نهبطوا معاك. هي هذيك قلت لهم انا غنتوكل على الله وهبط وهما كيشوفوا فيا ومخلوعين. وبقيت كنأذن وكنذكر في الله وكنذكر في الله. وفجأة مني قرب جهة الواد كنحس بركابية تبلوكاو وفشلت بمعنى الكلمة. بقيت كنقرا في القرآن وكنردد كلام الله وكنسمع أصوات في ودني خارجة من جهة داك الواد وكنقول شنو هادشي يا ربي السلامة.
كثروا لي الاصوات المزعجه، ولكن انا محاصر وسط جومه تمنى حتى مسلم، الخنقه والرعده. ما بقيت كنقرا في القران وانا كنقول بلا اللفظ: اني اسمعكم فانصرفوا طاعه لله، اني اسمعكم فانصرفوا طاعه لله. وكنقرب جهه داك الواد وكنضوي بالبيل، وبغيت غير نتخلص من داك الاحساس وانا لساني رطب بالقران. وصلت لحافه الواد، وفجاه كتبان ليا شي حاجه وسط الواد، 11 ربيع نابت في جنب الواد. وانا كنقول شنو هاد الشي؟ قربت وصوبت مزيان بالبيل، اذا بيا كنشوف واحد المراه وسط الواد. ما حيتك الاصوات ولا داك العجب اللي كنشوف. بقيت مثبت وكنقرا في القران في الواد، كنقول في نفسي: عشت كتر من هادشي في اسفي وفي عده تجارب، وربي راه معايا. وانا كنهدئ في نفسي وكنضرب الضو بالبيل وسط الواد. كتبان لي ديك المراه واقفه وسط الواد والواد غادي جاي. كنضرب بالضو في جهتها، كيبان لي وجهها كحل وشعرها هابط على وجهها، منظر بشع مرعب. شويه الاخ حميد بقى كيعيط ليا من الفوق بالجهد في داك الخلا والليل، شي 11 ونص الليل هكاك. كنسمعو بوضوح كيقول لي: رجع امين، راه كنضوي جهه الواد وكتبان لي شي حاجه تماك، مع العلم انه هو بعيد عليا، عنده بيل مجهد تبارك الله. وبقى تيعيط عليا وكيقول: امين رجع. جاوبتو بالجهد: وراه ما غاديش نرجع. بقيت كنتقدم وكندير رجلي جهه الواد وكنقرب جهتي جهه ديك المراه، وانا كنقرا في القران وكنقرا. الا وفجاه وهي تغبر، تلفت ونفس الاصوات كتردد بحال راني في وسط الناس مجمعين. احساس والله الا صعيب. بقيت راجع كنردد الادعيه والقران حتى بعدت على داك الواد وديك البلاصه. ورجعت عند الاخ حميد والراقي محمد وقلت ليه: واش كنتي كتشوف داكشي اللي شفت؟ قال لي: كنت كنضوي جهه الواد وكانت كتبان لي شي حاجه كتحرك في الواد. قلت لي: راه شفت واحد المراه تماك ويا ربي السلامه. قال لي: هي هذيك اللي كتبقى تخرج لينا ديما. محمد تعجب وقال لي: انت شي نهار كتقلب على شي مشكل؟ اقسم بالله شي حوايج كندير انا كنعتب راسي احيانا على الجرأة ديالي، ولكن انا من عشاق الهدوء والطبيعه والجبال والبلايص الخاويين، وهادشي فيا فطره. عايش وسط هاد العالم، اما الاحلام والتسلطات والرؤى غير هادو خاصهم قصه بوحدهم. عشت حوايج لا يتحملها العقل، خصوصا مع انني كندير الرقيه الشرعيه وكنحارب الشياطين في جلسات الصرع، زياده على الاقتحام للاماكن المهجوره. انا عايش ليالي سوداء، ولكن بذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ينصرف كل شيء. موضوع الأحلام نخليه من بعد لأنه طويل بزاف وخاصو سلسلة بوحدو، ونكمل لكم إن شاء الله. صافي خرجنا من جهة الواد وأنا كنحس براسي مخنوق، وبقيت كنقرا القرآن. وأنا غادي في الطريق غاديين وخارجين من وسط الجنانات بانت ليا واحد الدار مهجورة. من بعد مسافة ضربناها وسط الخلا والطبيعة والدنيا خاوية. قالوا لي: هما علاش باغي تدخل ديك الدار المهجوره؟ واش غتمشي دير تماك؟ قلت لي: ما انا غندخل باذن الله. قال لي: محمد وانا راه غنبقى نتسناك على برا. والاخ حامد قال لي: انا غنمشي، خاصني نقابل القهوه والمحل التجاري ديالي عندنا تحت من الدار، نتوما راه دبروا روسكم. وقال لي الاخ حامد: امين، رد البال راسك، راه كتغامر بزاف، وهادشي اللي درتي انت اليوم عمر شي واحد دارو في الدوار. قلت لي: ما تخافش ان شاء الله، سير وانا غنوصل عليك. مشى مسكين الاخ حميد. محمد بقى على برا، قال لي: انا غنضوي لك من على برا وانت دخل. دخلت من جهه الدار وكنذكر الله عز وجل. ودار مهجوره بحال شي خربه، لقيت فيها واحد البلاصه دايره بحال شي كوري ديال الباين مهجور اعزكم الله. دخلت وبقيت كنضوي وبقيت كنقرا سوره النور وكنأذن. الا وفجاه كتبان لي شي حاجه تحركات وسط ديك الدار المهجوره. سمعت تخرشيش، شي صوت ماشي هو هذاك. قلت: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبقيت كنذكر في الله. خرجت من ديك الدار لجهه الجنان ديالها، ومع الدار كبيره تصادفت مع واحد الباب ديال القصدير، ولكن للاسف كان مسدود وما لقيت كيفاش ندخل ليه. خرجت من الدار ولقيت محمد كيتسناني على برا. قال لي: يا مدرا شنو كاين؟ قلت لي: الحمد لله ما كاين حتى شي حاجه، بخير وعلى خير. وانا كنقول في نفسي لا يوريك شنو سمعت. رجعنا عند حميد وقال لي: صافي تساليتو مع روسكم، عجبك الحال السي امين؟ شفتي داكشي؟ سمعتي داكشي؟ وباز ليك. حنا بقينا ضاحكين، جلسنا معاهم شويه، ومن بعد ردت الاذكار والتحصينات ونعست طبعا.
الأحلام هذاك عالم خاص سوف أتكلم عليه باختصار، لأنه عايش في حروب، ولكن ديما منصور بإذن الله. والسر في القوة واليقين، وعدم الخوف وعدم الانتباه للأحلام لأنها من الشياطين. في ذاك الصباح فقنا وفطرنا وكان وقت الرحيل، وتودعنا معاهم بصعوبة، ولفنا دوك الناس مساكن ما سخاوش بينا. قلت لخويا حامد راه ما كرهش نجلس معاكم في هذه المنطقة، وكل نهار نمشيو جهة داك الواد ونمشيو جهة داك العرسة ونشوف داك العالم الآخر ونسمع دوك الأصوات ديالهم، لأن الإنسان في القلب ديالو القرآن، واللي غادي كيذكر الله عز وجل لا يمسه سوء بإذن الله. قال لي انت شي نهار غتقلب عليها، راه خليتك عابزز وكنت حاس غتشوف وغتسمع شي حاجة، لأن ديك البلاصة ديما حنا كنشوفو وكنسمعو فيها شي حاجة. قلت لي راه ما كنخافش من هذا العالم الآخر. قال لي انت راك بزاف، حنا راه ولاد الواد المنطقة وعايشين فيها، وعرفناها جنان بجنان بلاصة بلاصة، وكندوروها كاملة بالليل وما كنتلفوش وكنتفاداوها بالليل. وانت دخلتي لديك البلاصة الخطيرة، الناس في المنطقة وما كيدخلوش ليها، علاش كتقلب؟ وقلت لي انا راه ما كناديهمش، علاش غياديوني؟ وفعلا سبحان الله ما تاديتش باذن الله. المهم توادعنا معاهم، سلموا علينا وكبروا بينا ورحبوا بينا مساكن باش نرجع عندهم مرة أخرى. انطلقنا وشدينا الرحال ديالنا من مدينة وزان، منطقة مسموطة، نحو مدينة سالة. وهنا غتكون نهاية المغامرة ديالنا في مدينة وزان. ضربنا عصفورين بحجرة واحدة، رقينا الناس اللي محتاجينا بفضل الله عز وجل، وفي نفس الوقت عشت المغامرات وسط ديك الطبيعة الخلابة، وهادشي شوية من بزاف. أما الأحلام والتسلطات والحروب في المنام والأمور الأخرى اللي كتوقع ليا مع عالم الجن وفي اليقظة، وانا حال عيني والاصوات المزعجه في ودني والنداءات المتكرره بالاسم ديالي، امين امين، بشكل متكرر والمنادي غير موجود. مرة صوت جداتي وهي بعيدة علينا، ومرة صوت مغري وانثوي، ومرة صوت الام ديالي ناهيك على الخيالات داخلين خارجين، وعن التهديدات بالقتل من كبار الشياطين والملوك والابالسه في العالم الجن. وهذا الجزء خاصو رواية خاصة، لأنني عشت أمور في شكل وباقي الصراعات، ولكن لا غالب إلا الله. بسم الله وبالأمر الله وبالوعد الحق سننتصر بإذن الله. احنا معاهم في الحرب، وهاد الفقرة في يوم من الأيام غادي نعاود لكم بالتفاصيل ديالها، فقط باش تحسوا بالابتلاءات والحروب اللي كندوز منها، بعض الجلسات مع العالم الآخر، ولكن في نفس الوقت كاين مدد من عند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو.